في هذه المباراة باعتبار أن نتيجة الذهاب كانت مريحة نوعا ما؟ ما كنا على قلقنا لكن يعني سجل الأهلي هدف، سجلنا هدف. البنالتي ما هو بنالتي، واضح وصريح يعني. وعلى أثرها انطرد أحمد الدوخي، طبعا اضطر يسحب واحد من الوسط ويلعب بماجد هزازي، فالفريق كان ناقص، ما دخل الهدف الثالث إلا بعد طرد إبراهيم غالب. طرد ابراهيم الغالب اليوم، طرد ايضا احمد الدوخي، اصابه حساب أحمد الغني. الدوخي غير صحيح لأنه أصل بلنتي ما هو بلنتي، كان داخل على الكورة. طرد إبراهيم غالب صحيح. انا متفق معك سمو الامير فيما قلت، لكن ليس على صعيد ان الطرد يستحق تاكيد وجهه نظرك، لكن متفق بان استوعبت النقطه. مواجهه الهلال تاتي في وسط طرد لاحمد الدوخي ولا ابراهيم غالب، وغياب القائد حساب الغني، ايقاف حسام غالي، رحيل الكوري، ظروف كثيره محيطه بهذا اللقاء. والله عاد الهلال فريق قوي يعني ما في شك، لكن وفريق كبير، بطل الدوري وبطل كأس سمو سيدي ولي العهد. لكن ان شاء الله كل مباراة ظروفها وديربي عاد ان شاء الله نشوف. تحدث عن البطولة الخليجية، أعلم بأنه ملف مهم بالنسبة للنصراويين بعد الاجتماعات، بعد ما حصل، أيضا بعد حديث سمو الأمير سلطان بن فهد حول كرامة الأندية السعودية وأنها تساوي بالتأكيد 1000 بطولة على صعيد البطولات الخليجية. كيف نظرت إلى هذا التصريح وكيف تنظر إلى اجتماعات اللجنة الخليجية فيما يخص تأهل نادي النصر من عدمه؟ سيدي صاحب سمو الملك الأمير سلطان دائما يقف وراء الأندية السعودية، وزي ما ذكرت أنه كان تصريحه واضح وصريح. بالنسبة للجنة ما أبغى أتحدث عن اللجنة نهائيا سمو الأمير، لا تخشى مثلا بأن يكون القرار سلبي في حالة لم يطالب أحد بحق نادي النصر أو يظهر به علنا؟ ما أعتبرها لجنة. ما تستثق قرارها سمو الأمير؟ ما اعتبر انها لجنه، عندها قرارات ولوائح ما تقررها. لجنه حب الخشوم دي ما هي بلجنه. حتى وأن أتى القرار في صالح نادي النصر. حتى وان اتى القرار في صالح نادي النصر. شكرا لك سمو الأمير. شكرا.